هسدد كل ديوني ولا اخد الفلوس؟ مش هتحس بالفلوس، بس لو خدت السلسلة هتقعد تدور عليها. اعمل ايه؟ بلاش اخد الفلوس لا تكون بتاعت جوزها، انا اخد السلسلة وهي هتفكر انها ضاعت. وقبل ما تدخل الأوضة خدت السلسلة وخبيتها بسرعة في هدومي، ولما جت قالت لي اهي الحاجة اهي كلها، لو محتاجة اي حاجة قوليلي، انت عارفة انت اختي وانا عمري ما هتأخر عليكي في اي حاجة. قلت لها تسلمي، وخدت منها الكتب والهدوم ومشيت بسرعة. واللي حصل بعدها ما يخطرش على بال حد. اسمي فريدة، عمري 32 سنة، متجوزة وعندي 3 عيال. واللي كنت بكلمها دي أختي فرح. أنا وفرح حكايتنا بتبتدي لما كريم ابن عمي تقدم لي، وأنا وقتها كنت في الكلية وما كنتش مقتنعة بيه نهائي. حتى فرح قالت لي بصراحة بلاش، لأن كريم شخصية سطحية قوي وبتاع مظاهر ومش قد المسؤولية، بيشتغل يوم و10 لأ، وأنا خايفة عليكي منه. فكرت في كلامها، بس أمي كانت مقتنعة بيه جدا وقالت لي لأ لازم توافقي، هما دول شوية، دول عندهم محلات مش محل واحد، يعني هتعيشي معاه مرتاحة، غير إن عنده شقته وعنده عربية. كنت وقتها محتارة بصراحة أوافق ولا لأ، لحد لما أمي أقنعتني إن فرح أختي بتقولي كده عشان غيرانة مني إني هتخطب الأول، لأننا قريبين من بعض في السن بس أنا الأكبر. ورغم إن فرح كانت طيبة وما كانش في نيتها حاجة، إلا إني صدقت ماما، لأني كنت عايزة أتجوز راجل غني. وفعلا اتخطبت لكريم، وفي الوقت ده فرح اتقدم لها ياسر، وده كان المعيد بتاعها في الكلية، وكانت إمكانياته على قده قوي، مقدم على شقة ولسه ما استلمهاش ومرتبه مش كبير قوي، بس هي كانت فرحانة وموافقة بيه وشايفة إن عنده طموح وليه مستقبل. وفعلا أنا اتجوزت وبعدها أختي فرح اتجوزت، وعدى الوقت وأنا وجوزي كنا مبسوطين مع بعض في الأول، وعدى وقت مش كبير وكانت أختي فرح حامل، ووقتها فرحت لها قوي، بس خدت بالي أنا ليه اتأخرت في الحمل. وقررت أنا وجوزي إننا نروح نكشف، وفعلا الدكتور ادانا علاجات وأدوية، وبعدها بسنة حملت. وطبعا كانت فرح ولدت، وعشان كده الفرق بين عيالها وعيالي حوالي سنة، رغم إن أنا اللي اتجوزت الأول وأنا الأكبر. المهم إن بعد ما خلفت كريم جوزي اتغير خالص، أو بمعنى أصح بان على حقيقته، إنه مش قد المسؤولية. ورغم إن عنده أملاك كتير كان بينزل يشتغل يوم و10 لأ، وكمان ما كانش عارف يدير شغل